انا بسمع انه في ناس عم تطلع تهريب على المانيا، بس انت هلا بدك تطلع. انا كنت صغير واهلنا كل ما عم بيصدقوا انه عن جد وصل لعنا ما بيقول وصل البلة دقنا. ايه ما كان عم يسمع وخلص بده يسافر، وكان هو اول حدا من العيلة بيطلع. اذا بدك في سميها هالفقرة تشتت العيلة. طلع اخي. شفته؟ اكيد ودعته وصلته؟ لا، بس انه انا كنت معه لحد ما طلع من البيت، انه هو كان عم بيفتل على بيوت الكل، لان احنا عائلة منا صغيرة بتركيا كنا، فكنت معه طول الوقت لحد ما طلع بالسيارة وبده يسافر على مدينة تانية، ومن هناك بده يطلع. اكيد كنت معه رافقته بكل الوقت بأورفا. فطلع اول جزء من العائلة، وبعتقد هي كانت المفتاح تبع التشتت، وبعدها ما بقى شي يصير منيح بحياتنا. بعد فترة منا بعيدة مات أخي الصغير عمر بحادث سيارة. أسعفته بإيدي وأخذته على المشفى بإيدي، ونطرت 3 أيام لا توفى. وكان عنا هذا الأمل، لأنه أخي الكبير ما كان موجود هون، فحملت مسؤوليات أكبر مما لازم أحملها أو أفهمها في هذاك الوقت. كان لازم يخبوا علي، ما بعرف، بس كنت عم شوف اشياء وتابع اشياء كانت كتير كبيرة. واذا بدك هالصعيد الشخصي كنت عم تقول هي القلب، هي اللي امي من كم يوم قالت لي انه عم بتحاول تفهم شو اللي يغير شخصيتي هالقد. او ما قالت لي جملة كتير كبيرة، قالت لي يمكن بعد ما مات عمر اخذت شخصيته. قد كان عمره عمر؟ 7 سنين، صغير. قد كان عمره؟ يعني 11 12، يعني هيك شيء. هو كان رفيقي، ما كتير في فرق بالجيل. فالأحداث وتفاصيل الأحداث موت عمر جابت الهم للبيت، وبلشنا نفترق. اختي كمان طلعت على ألمانيا، بس مش بهذه الطريقة، طلعت نظامي أكتر. وفي اخت نزلت على سوريا، وبقينا أنا وأبي وأمي وأختي الصغيرة. فجأة من بيت كبير وعائلة كبيرة وعائلة مرتاحة ماديا، وأبي تاجر بسوريا، لعائلة آكلة الهم والحزن نوعا ما. وكلياتنا مفرقين، وطول يومنا على التليفونات نطمن على كل جزء وين موزع، أو كل جزء عم يطمن علينا. بس اللي صار إنه في شي انكسر بعد ما مات أخي وتوزعت العائلة، وما بقى بيهمني شي. أنا وقعدت بالبيت، ومن هذا الشخص اللي بيحب الحياة وبيحب يشتغل وبيحب يدرس بالآخر إلى ما بدي شي. شو نقطة التحول؟ وموت عمر. من بعدها افترقوا كل اخواتي. لا من بعد هذا الشيء. من بعد شو صار؟ ايه، كيف تحولت؟ قعدت للسنتين ولا مرة قعدت على سفرة مع اهلي بقلب البيت، ولا مرة فطرت او تغديت او تعشيت معهم، لأنه منك قادر تقشع، ما لي قادر اشوف حدا. قعدت بهي الغرفة. كل اللي عملته، انا اخي مات بالعيد، فاجتنا عيديات مثل اي ولد. رحت اشتريت فيهم اغراض تسجيل، وهدول اللي رافقوني بهي العزلة تقريبا بدي اقول لك 2.5 3. قعدت بالبيت بلا ولا شي، ما بطلع الحلاق، شعراتي كامل عين، وما بشوف الشمس يمكن لانه معكوس نهاري، ففي انه اقعد 2 شهر بلا ما اشوف الشمس 3. لا تصدف مرة انه اقعد مع اهلي على فنجان القهوة، بس ولا مرة صدفت نقعد معهم على سفرة. بهي الفترة انه كان ابي يقول لي شغلة انا وصغير، انه اكتر شي بيكبر الانسان وبيطوره هي العشرة، المعاشرة. وهي اول شغلة فهمت انه مو كل شي كان يقول لي يا ابي مثالي وصح.
اكتشفت انه اكتر شي كبرني بحياتي وخلاني اسبق حالي قبل ما موت اسبق عمر. حدا هو عزلتي. العزلة شو يعني؟ عم قضي 16 17 ساعة 12 ساعة بالغرفة لوحدي،